وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال له: ما طيبته إلا العافية. هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافية، عافي صحيح، ما انتش مريض، هو ده اللي خلاه جميل. يعني انا اذكر واحنا في سجن طرة ما كانش لسه اتفتحت الزيارات. طبعا الزيارات دي بتبقى حاجة يعني فخفخة، اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع الكلام. فكنا لسه في اوائل البرتقان، لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر، يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني. فكان معايا في الزنزانة الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي. هذا رجل يعني كان حسن الخلق جدا، قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه، مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارفين والكلام ده، كنا نقعد نتناقش في المسألة دي، لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، يحفظه كالماء، مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء، ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط. وحكى لي مرة أنه هو اتسجن في سنة من السنوات فبيتكلم العربية الفصحى، فقالوا أنت بتتفزلك علينا، اتكلم عامية زي ما بتتكلم. قال: لا أستطيع. حاولوا يجبرون يتكلم بالعامية، لا أستطيع. قاموا عاملين فيه إيه بقى؟ قاموا جايبين كده لازقينه في الحيطة ومكتفين إيديه ورجليه كده وكبين عليه صفحتين عسل أسود وسابوا الدبان ياكل. كل ده عشان يتكلم بالإيه؟ بالعامية، وهو يأبى لا يتكلم إلا بالعربية رحمة الله عليه. فالمهم أول ما جاء البرتقان إحنا متعودين نقشر برتقان، فبقول لي: أخي أبا إسحاق، ألا ترى أن رمي القشر تبذير؟ قلت له: سلامتك يا شيخ عبد الله، ايه اللي حصل لك؟ طول عمري يا شيخ عبد الله نقشر برتقان. قال لي: لا، لازم تعرف الوضع اللي احنا فيه، القشر ده بيملى جزء من المعدة، دي نمرة 1. نمرة 2 هو شهي، وجرب. قلت له: يا شيخ عبد الله لا، جرب انت بصراحة، جرب قدامي. ماسك البرتقانة قطمها كلها كلها وهو بيعمل كده، فقال لي: كل ذق، أنا لست بخادع لك، هي طيبة المذاق. فأنا قلت أجرب، قطمت زيه، فعلا لقيتها مسكرة، مع ان القشر كان أخضر، لقيتها مسكرة وجميلة. خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قشر، كله بياكل البرتقان قطم كده على طول. فبعد ما خرجت فقعد مع اخواتي، بعض اخواتي يعني، فبقول لهم: يا جماعه احنا كنا بنرتكب حماقه، ان احنا كنا بنقشر البرتقان. في حد يقشر برتقان؟ فبرضه ايه، زي ما انا قلت للشيخ عبد الله: سلامتك يا ابني، وانت ايه اللي حصل لك؟ قلت له: صدقوني كنا بناكله بقشره. طب هات البرتقانه دي، وكانت برتقانه صفرة وجميله، وكنا الدنيا استوت. قطمت اول قطمه ما قطعتهاش، تفتها على طول. اشوف يعني شوف العافيه، كل حاجه طول ما انت عافي كل حاجه تمشي، مفيش حاجه تقف ابدا. انما اللي بياكل اكل مخصوص، ياكل مسلوق، ياكل من غير ملح، ياكل مش عارف ايه، ياكل ايه، ده صاحب العله. فطول ما الانسان عنده عافيه يوم يستمتع بكل اطايب الحياه.